يستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لخوض المباراة الهامة القادمة أمام الترجي التونسي في الجولة الرابعة لدور المجموعات بدوري أبطال أفريقيا، وخسر الزمالك من الترجي في الجولة الثالثة بهدفين دون مقابل. وسيلتقي الزمالك مع الترجي التونسي ضمن منافسات الجولة الرابعة لدور المجموعات يوم الثلاثاء القادم 7 مارس في 9 مساء بتوقيت القاهرة، 10 بتوقيت السعودية وقطر، على استاد برج العرب، بعد رفض الكاف نقل المباراة إلى استاد القاهرة. وستذاع المباراة عبر قناة بي إن سبورت 4 وقناة تايم سبورت الأرضية. ويدخل نادي الزمالك اللقاء في المركز الرابع بجدول ترتيب المجموعة بنقطة واحدة من تعادل وهزيمتين، بينما يتواجد الترجي التونسي في المركز الأول ب9 نقاط. وحصل نادي الزمالك على الموافقة بحضور 10,000 مشجع للمباراة القادمة أمام الترجي بعد رفض طلب النادي بحضور 20,000 مشجع للمباراة. وتم إسناد إدارة المباراة لطاقم تحكيم كاميروني. ويدخل نادي الزمالك هذه المباراة ولا بديل أمامه سوى الفوز من أجل الإبقاء على أمل التأهل للدور ربع النهائي لبطولة دوري أبطال أفريقيا.